أهلا بيكم. go down. go down من الأفعال المهمة جدا في اللغة الإنجليزية وليها أكتر من معنى. أول معنى معايا اللي هي يسقط على الأرض، اللي هي بالإنجلش to fall to the ground، معناها اللي أنت تسقط على الأرض. لو جيت قلت لك كده وخد بالك من المثال ده كويس. she trapped and went down. كلمة trap معروفة إن هي معناها رحلة، لكن لو خليتها فعل trapped معناها اتكعبل في حاجة، اتكعبل. تمام، بقول لك she tripped هي اتكعبلت and went down. طبعا went الماضي بتاع جو، احنا بنتكلم النهارده عن جو داون، يبقى الماضي بتاعها went down، يبقى she tripped هي ايه؟ اتكعبلت and went down سقطت على الايه؟ الارض. تمام. طيب go down كمان بتيجي معناها يختفي. يعني لو جيت قلت لك مثلا the sun or moon، الشمس او القمر goes down معناها ان هم ايه؟ اختفوا، او الشمس تغرب، يعني الشمس ايه؟ خلاص غربت يعني اختفت. طيب كمان جو داون ساعات كده لما بتيجي تاكل حاجه او تشرب حتى دواء، يقول لك الاكل او الدواء ده مش بيتبلع. يعني ايه مش بيتبلع؟ مش جاي على نفسي، واقف في زوري كده مش راضي ايه؟ يتبلع. دي معناها برضو جو داون. طب تعالى كده نشوف. she tried to swallow، هي حاولت to swallow. swallow معناها ايه؟ تبلع. the medicine، حاولت تبلع الايه؟ الدواء. but it wouldn't go down، لكن هو مش راضي ايه؟ مش راضي يتبلع، مش راضي ينزل من الايه؟ من زوري. ده معناه اللي هو طعمه وحش. طيب جو داون كمان بيجي مع الاسعار. لو جيت قلت لك the price of oil is going down، معناها ان اسعار النفط بتنزل بتنخفض، يبقى جو داون هنا معناها بتنخفض. طيب كمان ممكن يجي بمعنى يتعطل. يعني ايه يتعطل؟ the system is going down. خلي بالك في ناس ساعات بتنطقها going، يعني بتظهر الجي قوي في الاخر. لا، هي اسمها going. خليك ايه؟ going 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 going. the system is going down in 10 minutes، معناها ان النظام او السيستم بتاعنا going down تعطل 10 minutes 10 دقائق. طيب كمان ممكن تيجي go down بمعنى يحدث. فلو جيت قلت لك مثلا you really don't know what's going down، you really don't know، انت فعلا ما تعرفش what's going down، ما يعني ماذا يحدث، انت ما تعرفش فيه ايه. دي معناها باللغة العربية بقى على طول، انت ما تعرفش فيه ايه. you really don't know what's going down، ماذا يحدث. طيب كمان ممكن تيجي بمعنى يتسجل في التاريخ. ازاي بقى؟ لو جيت قلت لك he will go down in history، هو هيتسجل اسمه في التاريخ as a great statesman. as a statesman معناها ان الراجل ده رجل دولة، يعني رجل سياسي كبير. يبقى great statesman يعني راجل دولة وراجل سياسي كبير، يبقى هيتحفر اسمه كده زي ما بنقول كده في التاريخ. طيب اخر معنى معايا هي معنى يهزم. فلو جيت قلت لك Italy went down، إيطاليا went down هزمت to Brazil، من البرازيل by 3 goals to 1، 3-1. يبقى إذا هنا went down هنا جت بمعنى إيه؟ جت بمعنى يهزم. يا رب كل محتوى عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، قناة Learn English with Jimmy. إن شاء الله هتلاقوا عليها كورسات كتيرة تفيدكم، ما تنسوش الاشتراك.